كلبك أو قطتك مش بيخرجوا من البيت، برضه محتاجين تطعيم السعار. طب ليه؟ أول حاجة قانونياً، تطعيم السعار هو تطعيم إجباري بالقانون المصري لكل الكلاب والقطط اللي في مصر. ده شرط أساسي عشان تقدر ترخص أليفك أو حتى تسافر بيه، دي نقطة ما فيهاش نقاش. الحقيقة التانية وهي الأهم، إن السعار للأسف هو مرض مميت للإنسان وملهوش أي علاج، والعدوى مش زي ما كل الناس فاكرة إن هي بتيجي من العض بس. بالعكس تماما، هي ممكن تتنقل حتى من لعاب حيوان مصاب لو لمس أي جرح أو خدش بسيط عندك أو عند أليفك. والسعار للأسف مش بتظهر أعراضه من أول يوم، للأسف بتبقى في فترة حضانة للمرض دوا ممكن توصل لمدة 15 يوم، وبعدها بتبدأ تظهر الأعراض. وفي خلال ال 15 يوم دول انت ممكن يتنقل لك المرض من الحيوان بسهولة جدا، لأنه بالفعل بيبقى حامل للمرض. من الآخر، تطعيم السعار عمره ما كان اختيار أو رفاهية، ده واجب ومسؤولية على صاحب كل حيوان أليف، فاوعى تتهاون فيه أبدا. لو عندك أي سؤال عن مواعيد تطعيم السعار أو أهميته، ممكن تكتب لنا في الكومنتس، واعملوا كمان فولو، لأن وعيك هو خط الدفاع الأول ليك ولعيلتك.